السلام عليكم. النهارده نعمل وصفه جميله جدا وخفيفه، تنفع فطار تنفع عشاء. عندي مجموعه من الخضار، انا فتحت تلاجتي لقيت عندي مجموعه من الخضار هستفيد منها. خضره، فلفل الوان، جزرايه، 2 طماطم، بطاطسايه صغيره كده كانت عندي في التلاجة مركونه لوحدها، قطعتها بالسمك كده زي ما احنا شايفين، رفيعه شويه كده. الخضار عندي ده احط وازود في الخضار زي ما انا عايزه. انا عندي طاسه حطيت فيها معلقتين زيت بسخنها كده، وبعد كده هضيف فيها البطاطس بتاعتي. الوصفه دي حلوه جدا، يعني انتي لو عندك حاجات كتير في التلاجة ممكن تستفيدي منها. لو عندك حتى قطع فراخ، حبه لحمه مفرومه، ممكن تضيفيها على الوصفه دي. عندك بطاطس بتاع دوت اسمها ايه، جبن، مجموعه جبن، تمام. برضو حلوة جدا، حبة زيتون، يعني دي حلوة. وصفة دي شبيهة بالبيتزا بالظبط، بس من غير عجين. كنت الاول بقول لاولادي عليها انها بيتزا. انا عندي البطاطس حطيتها لما تاخد لون ذهبي من تحت بقلبها، ما بقلبهاش قبل كده عشان ما تلزقش. خدت اللون بتاعي خلاص وقلبتها، ببتدي ان انا اغطيها شويه، بوطي النار عليها جدا، ثواني بس، مش بتاخد مني كتير عشان ما تتحرقش، ما انساهاش. البيض بتاعي عندي 3 بيضات، بكسرهم، تمام. ممكن برضو ازود بيض زي ما انا عايزه. ممكن برضو بحط مع بعد البيض هنا ممكن احط برضو معلقه دقيق. انا بتبله بالفلفل والكمون، وبرضو التوابل دي زي ما انتي حابه، ممكن تضيفي توابل براحتك، برضو راجعه لحضرتك. تمام، هخلط كويس. احنا قلنا الوصفه دي ممكن احط فيها حاجات عندي، اي مكونات عندي في التلاجة، حاجات بايته، حاجات ملهاش لازمه. انا حطيت برضو معلقه ملح صغيره. اشيل خضار احط خضار، برضو ده المتوافر عندي. يعني الوصفة دي بجمع الحاجات اللي في التلاجة، تمام، وبحطها في الوصفة دي، وبتبقى لذيذة جدا. بعمل اعادة تصنيع للمنتجات او الاكل اللي عندي اللي ممكن يترمي، ممكن احط فيها حاجات كتير جدا. ماشي، بعد كده انا بجيب بقى الخضار بتاعي، بضيف الخضار بتاعي اللي انا قطعته، الخضره والخضار، الفلفل الملون، ممكن برضو اشيل فلفل، كفايه فلفل اخضر، والجزر المبشوره والطماطمتين، وعندي الخضره الجميله الطازه دي. ممكن احط، ولادنا ما بيحبوش الكوسه، ممكن ابشر فيها كوسايه من غير ما يعرفوا، برضو مش هتبان. تمام، يعني ده زي ما احنا قلنا بيتجمع حاجات كتير عندي في الطبق ده، وبعمل منه تشكيله، وبيبقى طعمه خطير ولذيذ جدا، وريحته بتبقى رائعه، ومفيد جدا، وينفع للدايت على فكره، مفيد جدا للدايت. انا كده خلاص خلطت الخضار بالبيض. بجيب بقى البطاطس، ارفع من عليها الغطا، واضيف عندي البيض بتاعي بالخضار، وبعدين هغطيه تاني، هسيبه شويه كده حوالي دقيقتين 3 واكشفه. كل شويه اشوفه، لما الاقيه ابتدى ان هو ياخد اللون الابيض ده زي ما احنا شايفين من على الحرف، معنى كده ان هو استوى من تحت. هحطه بقى فين؟ تحت الشوايه، يبقى شكله بالشكل ده. ياخد في الشوايه بالظبط مثلا 3 4 دقايق لحد ما يبقى لونه كده. ممكن واحنا قلنا نضيف جبنه على الوش براحتنا، وبشكلها احنا قلنا زي البيتزا بالظبط. ولادي كانوا بيقولوا عليها بيتزا زمان، كانوا بيفرحوا بيها جدا. بصوا شكلها عامل ازاي، حلو قوي، الطعم بقى خطير، مفيدة ومغذية، وفيها كل أنواع الخضار، تنفع دايت، احنا كبار سن، أطفال، كله بيحبها جدا. ممكن تاكلها بالعيش سندوتشات، شكلها بالشهي وبالهنا والشفا. والسلام عليكم ورحمة الله.